من مطعم برج خليفة لمطعم بمدينة دار البيضاء، شاف محترف بالاكل الشرقي والخليجي من اصول سورية، وفاش كتهضر معاه كتلقاه مغربي قح. هذه غتكون سلسلة مطاعم مجهولة اللي غادي نجربوا فيها اكثر حاجة المطعم كيتميز بها. الا زوينه غادي نقول لكم فين كاين، ولا ما كانت زوينه غادي ندير بحال ما جربتهاش. وهذا هو الجزء العاشر. المطعم ديال اليوم كيقدم الاكل السوري ديال بصح زائد الاكل الخليجي اللي اول مره غادي نجربه، وانا خليتهم هما يختاروا ليا باش التقييم ديالي يكون ايجابي وما نظلمهمش. دير ديك الجيم الزوينه ديالك وبارطاجي الفيديو باش يستافدوا اكثر عدد من الناس. ما نطولش عليكم ونمشيو نجربوا اول حاجه، واللي كانوا ثلاثه الانواع ديال المقبلات. طبق المقبلات البارده اللي كيجي على هذا الشكل الجميل واللي كيشهي، واللي سميتو ميكس بارد، وكيجي فيه متبل شوندر، توميه والحمص وبابا غنوج والمحمره. المذاق كان بنين بزاف والكميه كانت مزيانه، والثمن هو 49 درهم. والطبق الثاني كان مقبلات ساخنه، وكانوا فيه 6 ديال لينيم، ثلاثه الانواع ديال الفرماج اللي كانوا بنان بزاف وعامرين بالفرماج ومقرمشين، وكتجي معاه حتى التوميه والخبز المحمص اللي كان المذاق ديالهم بنين بزاف. الثمن ديالو هو 39 درهم. وهذا الطبق الثالث في المقبلات وحتى هو ساخن، وكيجي فيه 6 من السمبوسه، 3 بنفس الفرماج اللي كان في لينيم، و3 كفته بقري. المذاق كان بنين بزاف، والجوده ديال اللحم كانت حتى هي مزيانه بزاف. ومن هنا بدا كيبان ليا شنو كيتسناني، حيت الاطباق اللي جايين كلهم لحوم. والثمن هو 39 درهم، وغادي نعطي الاطباق بثلاثه 9 على 10 حيت يستاهلوا من ناحيه الثمن والكميه والجوده. بما اننا في مطعم شرقي والشيف اللي فيه سوري، قررت نبدا بطبق شاورما عربي اللي جا على هذا الشكل الجميل اللي ما يمكنش ما تصوروش قبل ما تبدا تاكل. وكان فيه داكشي كامل تقريبا اللي كان في مقبلات البارده، شوندر والثوميه والحمص وبابا غنوج، زائد سلطه الخضار بقطع المطيشه والخس والبصل، والفريت اللي كيصوبوها تماك واللي كانت مقرمشه وما فيهاش الزيت، وسبعه القطع ديال الشاورما عربي اللي كانت بنينه بزاف، وفوق منهم لحم الشاورما اللي كان عليه دبس الرمان اللي كيعطيها واحد المذاق عجيب. هذه الا قلت لكم شاورما فراه شاورما ديال بصح، لا من ناحيه الثمن ولا الكميه ولا المذاق. الثمن ديالها هو 70 درهم، وغادي نعطيها في التقييم 10 على 10 حيت تستاهل. ونمشيو للشاف للطبق الثاني اللي سميتو تخوا بروشيت، اللي كيجي على هذا الشكل الجميل اللي ما يمكنش حتى هو ما تصوروش. وحتى هو كيجي معاه داكشي كامل تقريبا اللي كان في المقبلات البارده، الشوندر والثوميه والحمص وبابا غنوج، زائد سلطه الخضار بقطع المطيشه والخس والبصل، والفريت اللي كيصوبوها تماك واللي كتجي مقرمشه وما فيها الزيت، مع الخبز المحمص. وهاد المره كاينين ثلاثه الانواع ديال اللحوم مشويين على الفحم، كفته الدجاج اللي محال واش تعرفها دجاج الا لما قالوها لك هما، وكفته البقري اللي كانت مقومه وملقمه بعطريه شرقيه اللي زادتها بنه على بنه، والشيش طاووك اللي كان بنين ورطب واخا القطع ديالو كانوا كبار كان زبده. الطبق كان كبير وبنين وكيجمع بين الكميه والجوده. الثمن ديالو هو 89 درهم، وغادي نعطيه في التقييم 9 على 10. وهذه الشاف كبسه الدجاج كتجيب الروز بسمتي مع الفلفل وبهارات الكبسه الخليجيه. المذاق كان بنين بزاف وجديد، زائد سلطه الفتوش مع صلصه الطماطم والفلفل، واللي المذاق ديالها كان فيه واحد الميكس واعر ما بين الحموضه والحار، مع هذا الفخر الكامل ديال الدجاج اللي كيطيب في الفران اللي كيديروا 4 سوايع يسخن في واحد درجه الحراره معينه، كيطفيوه عاد كيحطوا فيه اللحم يطيب على خاطرو باش يعطينا هذا المنظر الذهبي الجميل، زائد البنه اللي كانت زايده بزاف، وخصوصا فاش كتاخذ الروز واللحم وكتحط عليهم ديك الصوص. مذاق بنين وجديد ويستاهل يتجرب. واخا نبقى نهضر لكم حتى الغدا راه ما غاديش نقدر نوصف لكم الطعم والاحساس. الثمن ديالو هو 80 درهم، وغادي نعطيه في التقييم 9 على 10. وندوزو لاخر طبق اللي غادي نجربوه اليوم، واللي كان تشيكن كريسبي بالطريقه والبهارات الشرقيه، وحتى هو كيجي معاه داكشي كامل تقريبا اللي كان في المقبلات البارده، شوندر والثوميه والحمص وبابا غنوج، زائد سلطه الخضر بقطع المطيشه والخس والبصل، والفريت اللي كيصوبوها تماك واللي كتجي مقرمشه وما فيها الزيت، مع 5 ولا 4 القطع ديال الدجاج على حساب الحجم اللي كيستعملوا فيها الجزء الخلفي ديال صدر الدجاج اللي كنسميوه حنا الريشه، اللي كتكون رطبه وكتذوب في الفم مع المذاق اللي كان روعه وبنين بزاف، والقشره اللي كانت مقرمشه ولاصقه في اللحم. الثمن ديالو هو 69 درهم، وغادي نعطيه في التقييم 9 على 10 حيت كيجمع ما بين الكميه والمذاق والجوده والثمن. ومن بعد هذه المعركه ديال البنه اقترحوا عليا ندوق الكنافه اللي على ما كيقولوا كيصوبوها بالطريقه الشرقيه الاصليه، وبين المهلبيه. وانا ما نكذبش عليكم ما بقى عندي فين نزيد، وقلت ندوق المهلبيه اللي كتجي على هذا الشكل باللوز من الفوق. القوام ديالها كان خفيف وبنينه بزاف، وكانت مهلبيه ديال بصح. الثمن ديالها هو 20 درهم، وغادي نعطيها في التقييم 10 على 10. المطعم ديال اليوم كان نقي بزاف، والخدمه كانت واعره، وخصوصا وكيف ما قلت لكم
لكم ان صاحب المطعم هو شيف سوري راكم تجارب كبار في المجال ديالو، متمكن من داكشي اللي كيدير واللي كيقدم للزبائن ديالو. السيد واقف على شغله وعارف شنو كيدير، وكل طبق كيخرج للناس ضروري تكون فيه اللمسه ديالو. المطعم فيه قائمه كبيره بزاف اللي فيها المشاوي والساندويتشات والاطباق وزيد زائد المشروبات والحلويات والاثمنه اللي كانت مزيانه بالنسبه للكميه والمذاق، زائد الجوده. وركزوا لي مزيان على الجوده والنقاء حيت ما كيكونوش في اي بلاصه. تقييم التجربه هو 10 على 10 وكنصحكم تجربوها. المطعم سميتو صباحو وكاين في المعارف شارع الزرقطوني من ورا شارع الزراوي. غادي نتسناكم تكتبوا لي لتحت شكون جرب هذا المطعم واشنو الراي ديالكم فيه، وتقولوا لي شنو تبغيو نجرب ثاني في سلسله مطاعم مجهوله. كان معكم اشرف من صفحه اشرف هلاك، وتهلاو.